السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عواشركم مبروكة وتدخل عليكم الصحة والسلامة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت وجبت لكم اروع واحسن شباكية اللي دائما كنحضرها معكم، وبطلب ديال بزاف ديال البنات اللي طلبوني انني نعاود نحضرها معكم. واخا جا هاد الفيديو معطل، ولكن راها في القناة وغنحضرها معكم عاوتاني. فبغيت نعتذر حتى من الناس اللي مولفه كنصايب لهم كل عام، كنصايبها لهم، وهاد العام ما صايبت لحتى شي واحد. مولفه كناخد بزاف ديال الكوموندات هاد العام، لظروف خاصه ما خديتش الكوموندات، فكنعتذر منهم بزاف وكنطلب منهم السماحه. فسمحوا لي لان جاو الناس هاد العام بزاف وما صايبتهاش معاكم، ما صايبتهاش ليهم. فدابا غادي ندوزو للطريقه والمقادير باش ما نطولش عليكم الفيديو. في نفس الوقت غادي نعطيكم الطريقه والمقادير ديريكت. هنايا عندي كيلو ديال الدقيق اللي غادي نغربلو، كيلو ديال الدقيق بالعبار. وبقياس كاس العنبه غادي ديروا 10 ديال الكيسان، وبالزلافه اللي كتعبر 250 غرام فغديروا 4 ديال الزلايف. مهم ضروري ما تعبروا كيلو ديال الدقيق وكتغربلوه. غادي نحتاج هنايا عندي كاس ديال اللوز اللي كنطحنو جيدا حتى تيرجع بحال العجينه، يعني فاش كنقيسوه كيرجع عجينه، ولا ما كنتوش متاكدين منه مطحون فغربلوه. هنا عندي زنجلان حتى هو اللي كنطحنوه حتى كنرجعوه بحال العجينه من بعد ما كنغسلوه وكنقيه. المهم هنايا غنعبر معكم 2 كؤوس ونصف ممتلئين. انا البنات راه كنديرها مقومه بزاف، نتوما بغيتو تنقصوا نقصوا، انا هذه هي الشباكيه المعتمده عندي، لا في البيع ولا حتى في الدار. كندير هذه هي الشباكيه واللي ديما كنشاركها معكم. 2 كيسان ونص ديال زنجلان. بغيتو ديروا قل ديروه، ولكن الا بغيتو تاكلوا الشباكيه على حقها وطريقها وتجيكم لذيذه وتجيكم هشيشه وكتذوب في الفم ومعلكه، فجربوا هاد المقادير وما غتندموش عليهم. غادي نحتاج هنايا واحد الملعقه كبيره ديال القرفه مطحونه ومغربله مزيان، خاصها تكون مطحونه باش ما تقطعش معكم العجينه. كذلك معلقه ديال حبه حلاوه، 2 معالق ديال حبه حلاوه اللي كيكونوا مطحونين، معلقه ديال القرفه و2 معالق ديال حبه حلاوه اللي كيكونوا مطحونين ومغربلين. غادي نحتاج كذلك 2 معالق ديال النافع حتى هما اللي كيكونوا مطحونين ومغربلين. انا هنا راني عابره 2 معالق 2 معالق. وغادي ندير واحد القبصه ديال الملح باش كنعادلو الذوق. وغادي ندير هنايا غنخلط هاد المكونات جيدا حتى كينسجموا ليا مع داك الدقيق. كنلبسو بداك الزنجلان وبديك اللوز وحبه حلاوه النافع القرفه. عاد غادي نضيف واحد الكاس ديال الزبده دايبه حتى كنرجعوها نوازيط. انا كندير الزبده ديال العبار يعني سونطرال، تقدروا ديروا اي زبده كتفضلوا، ولكن الا بغيتوها لذيذه فديروا الزبده ديال سونطرال. هنايا عندي كاس ديال الزيت، خليط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه، وتقدروا ديروا غير الزيت النباتيه اللي كتفضلوا. هنا غنبسبس العجينه ديالي جيدا بهذا الشكل هذا. الا عندكم الوقت فخليوها ليله كامله، الا ما عندكمش الوقت فغير بسبسوها وخليوها واحد نص ساعه وبداو كتخدموا. هنا غناخذ خماره بوزن 8 غرام. فانا هنا ما غاديش ندير معكم الخميره ديال الدار، لان بزاف ديال الاخوات مبتدئين قالوا لك ما ديريش معنا الخميره ديال الدار، فما غنديرهاش معكم. وغندير هنا المسكه الحره من بعد ما كنغربلها المره الاولى والمره الثانيه، وكندقها مع شويه ديال السكر كلاصي. غنخلط هاد المكونات وغادي نضيف صفرة البيض، غير صفر ديال البيضه. هنا راني محيده بياض البيض ومخليه غير الصفر اللي درت. وغادي نخلطو بهذا الشكل هذا. وكناخذ هنايا واحد الكاسرونه، وهنا خديت كاس ديال الماء زهر اللي درت ليه زعفران الحر. الا ما عندكمش زعفران الحر فديروا غير الملون الاصطناعي ماشي مشكل. هنا درت زعفران الحر، غنصفيه باش ما يدوش معايا داك الزعفران كما كتشوفوا. وغادي نضيف الكاس الثاني. انا هذا هو الماء زهر اللي كنخدم به، النوعيه الممتازه دار بالعامري، هو النوعيه اللي كتكون ممتازه. غادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نضيف نصف كاس ديال الخل، يعني 2 كيسان ديال الماء الزهر ونص كاس ديال الخل، ولكن راه على حساب نوعيه الدقيق والخليط اللي درتو فتقدروا تحتاجوا اكثر او لا اقل.
غنديرو فوق البوطه لدرجات يعني غير يغلى ليا شويه يدفى صافي، وكنبدا كنعجن فيه. هاد الطريقه هذه كتساعدني انها كتعاود تذوب ليا ديك الزبده وما كتحتاجش معايا دليك بزاف. اما الا بيتوها مبسبسه فصدقوني كتجي رائعه بزاف، كتكون واخده حقها انها ارتاحت معاكم. هنا كنبقى كنعجن فيها حتى كنجمعها، ما كندلكهاش بزاف بلا قوه الدليك، وتقدروا ديروها حتى في العجانه. انا كتعجبني نعجنها بايدي باش كنعرف اشنو داير. شوفوا اللون ديالها بدوك التقاوت كيفاش داير، وكطلع معكم واحد الرائحه ديال التقاوت يا سلام. كناخذها كنشكلها على شكل مسمنه مربعه بهذا الشكل هذا، وكنديرهم في بلاستيكه حتى كنكمل كلشي. كنعاود ناخذ الاول وكنقطعو طريفات بهذا الشكل صافي. هنا انا بديت هنايا كنشكل، عاد غنكمل معكم التصوير. باش غادي ندير معكم غير طريفات صغار، كناخذ داك الطريف وكنقسمو على جوج بالنسبه للمبتدئات. اما انا راه كندير الشريط اللي تيكون طويل فاش كنكون خدامه الكوموندات. هنايا كندوز من الورقه ديريكت في رقم 6. انا راه هنايا كنطلقها رقيقه بالدلاك وكندوزها من الورقه ديريكت في رقم 6 بلا ما نبقى ندوز ونعاود ندوز شحال من مره. فرقوا العجينه باش تجيكم مجعبه. راه العجينه عندي رقيقه، راه الطبله كتبان ليا. شوفوا معايا هنايا كنبدا كنقطع الشرائط وكندير 1 2 3 4 5. السادس كنقطع 1 2 3 4 5. السادس كنقطع 1 2 3 4 5. والسادس كنقطع. كناخذ العجينه ديالي، هذه هي التشبيكه اللي مولفه كنشارك معكم كل عام. كناخذ العجينه ديالي الجزء الاول كنديه حتى الاخر باش كيجيوني جوج فوق جوج فوق جوج، يعني بهذا الشكل هذا. كناخذ دوك الاطراف وكنضغط عليهم مزيان كنثبتهم، وكنفتح كنقلبها وكنفتحها على شكل وريضه، وكنقطع الزوائد ديال الجوانب. ها نتوما الطريقه راه في الفيديو موضحه طريقه الشرح. كندير واحد فوق واحد كيجيوني جوج فوق جوج فوق جوج بهذا الشكل هذا، وطريقه اللي سريعه بزاف وبسرعه كتساليوها. هانتوما انا كندير غير طريفات هكا باش نوري لكم، وراه حتى العجينه ما كتبقاش لكم دوك الزوائد بزاف. ممكن نحاول نقادها بالجراره، كنقاد لها الجوانب وكنبدا كنقطع 1 2 3 4 5 6 كنحبس وكندير هكا جوج فوق جوج فوق جوج. كنقلبها وكندير هكايا، يعني نحيد دوك الزوائد ديالها من بعد ما كنضغط عليها جيدا باش ما تحلش معايا في القلي. هانتوما شوفوا معايا الطريقه راه موضحه في الفيديو، يعني طريقه اللي سهله ومبسطه. هانتوما 1 2 3 4، وغادي نشارك معكم حتى ديال 5 اللي كيجيو جوج فوق جوج، والثالث كنديوه الاخر كنديوه فوق الاخر صافي، وكنقلبها وكتجينا نفس التشبيكه. هانتوما تشوفوا معايا انا راه هنا كنبقى خدامه ب5 ب6 وغاديه هكاك لانني كتجيني نفس التشبيكه، فما عنديش مشكل. وكيكونوا عندي الكوموندات اللي كثارين بزاف هذا العام. كنعتذر من الناس اللي ما شديتش من عندكم فسمحوا لي بزاف. هنا هانتوما غندير معكم ديال 5، كندير جوج فوق جوج والثالث كنجرو الاخر. هانتوما غنديروا معكم بشويه باش تشوفوا. هانتوما كناخذ القنص وكندير جوج فوق جوج، ولكن الاخر كنجيبو فوق الاخر وكنخشي الاصبع ديالي في داك الطرف كنقلبها وكنفتح الوريضه ديالي وكنقطع دوك الجوانب من بعد ما كنضغط عليها كتجي نفس التشبيكه. هنا بالنسبه للعجينه المعوده راه حتى هي كنطلقها مباشره وكنبدا كنقطع. شوفوا ما كتنشف معايا لا عجينه لا والو. ولكن نتو يعني ما تحكموش في العجينه بحالي بحال هكا، يعني ما تحكموش فيها مرخوفه، فديروها قاصحه بزاف. انا راه كتعجبني انني نتحكم فيها بحال هكا، يعني دربت فيها مزيان. فالمبتدئات كنصحكم انكم تقصحوا العجينه باش تحكموا فيها، ما تقصحوهاش بزاف. انا هذه الكميه اللي درت جوج خلطات، درت 2 كيلو ديال الدقيق، صورت معكم كيلو وعاودت الخلطه الثانيه. هانتوما كتخرج 2 خلطات كيخرجوا هذا المقدار هذا صافي. هنايا من بعد ما كملتها هذا هو العسل اللي دائما كنحضروا معكم في القناه، اللي غنخلي لكم الرابط ديالو في خانه الوصف، اللي كيجي ناجح بزاف. هنا درت الزيت ديالي في المقله، درتو كيسخن، وهنايا
غادي خديت الزنجلان وحمرته جيدا، ها هو حمرته مزيان من بعد ما غسلته ونقيته وحمرته باش غادي نرش الشباكيه ديالي. هنا من بعد ما سخن ليا الزيت، فهنايا راه كنصور غير بيد لانني ما عنديش فين غنحط الكاميرا، عندي البوطه مفرقه على سطح العمل وما عنديش فين ندير هذا. شوفوا معايا كيفاش كتجعب وكتنفخ. القليه الاولى بالزربه كتحمر والبوطه عندي مهيله شويه ماشي مجهده، غير الزيت اللي كتكون سخونه. على مباشره فاش كتبداو تقلي كتبدا كتنخفض الدرجه ديالها وكتجيكم مزيانه في القلي كيف ما كتشوفوا في الاخر الفيديو. هنا كنفندها في العسل وكنخليها فيه مرقده حتى كطيب ليا القليه الثانيه، عاد باش كنحيدها من العسل وكنديرها في الفخار تسقطر ليا مزيان، عاد باش كنديرها في الطبسيل وكنرشها بزنجلان. هانتوما كنحيدها من هنايا وكنحطها هكا فشي شبيكه ديال الانوكس او الفخار وكنخليها كتسقطر جيدا بهذا الشكل هذا. من بعد ما كتسقطر ليا كنحطها في الطبسيل وكنرش عليها شويه ديال زنجلان. انا كنديرو في هذه القرعه وكندير فيها الثقوب وكتجيني سهله وزنجلان ما كيضيعش. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا. شوفوا معايا كيفاش كتجي كلها مجعبه شاربه العسل، كتجي رائعه هشيشه معلكه ولذيذه بزاف. فجربوها ما غتندموش عليها. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ودعموني باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم الرائعه باش نزيد معكم ان شاء الله لقدام. راها كتجي رائعه فجربوها ما غتندموش عليها. وهنايا غادي نقسم معكم باش تشوفوا معايا الشباكيه من الداخل كتجي مجعبه وشاربه العسل هانتوما وكتجي هشيشه ومعلكه. هنا وصلنا للاخر ديال الفيديو. الى اللقاء، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. كاين الجديد في شهر رمضان فتسناوني. الى اللقاء.